قرية المضيق الكردية من عشيرة الديدان، وهم من جد واحد هو الحاج موسى، ولهم صلة قرابة مع القرى الديدان مثل قول سروج والوردية وتويس وأكسار وعبلة وطعانة وجرامل وحساتشك. عدد سكان القرية حوالي 1500 نسمة. مساحة القرية 950 هكتار تقريبا. يقع على الضفة الشرقية من السد الشهباء، ويمر منها سكة القطار ومحطة القطار، والقرية يقع في مضيق ضيق، ويوجد فيها تل قديم يعتقد إنها مرتبط ببناء تل قرامل عمرها 7000 عام، وكل الدلائل تقول إنها بني بيد الخوريين، وعلامات ونقوش تدل على الثقافة البيزنطية والرومانية. القرية تتبع لمحافظة حلب، منطقة عزاز ناحية أخترين. حدها من جهة الغرب قرية قول سروج ومياه السد، ومن جهة الشرقية قرية تلجيجان، ومن جهة الشمال قرية الغوز، ومن الجنوب قرية الوردية والمشرفة. تبعد عن حلب شمالا 27 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 30 كيلومتر. تشتهر القرية بدرجة الأولى بزراعة وتربتها الخصبة، تزرع القمح المروي والبعلي والشعير والعدس والكمون وكروم العنب والتين والزيتون، وتربية المواشي مثل الغنم والماعز. وأغلب أهالي القرية يعملون في حلب في مجالات عديدة، مثل مكتب تجارة العقارات وتجارة السيارات ومحلات تجارة الخضرة والحبوب وقسم من المناشف. والآن القرية فارغة من سكانها، قربها على خط التماس بين المرتزقة وقوات تحرير عفرين. القرية عانت في كل المراحل تغيرات في شمال سوريا، وخاصة أثناء دخول داعش. عانت من الخطف والذبح أشخاص وتصليبهم بوسط القرية، وتم تدمير أغلب البيوت القرية من القصف اليومي عليها من قواعد التركية والمرتزقة. وأهالي القرية موجودين في منبج وشهباء وحلب وقسم في الجزيرة. المعلومة من أحد أشخاص سكان القرية، وأنا ألقيها بصوتي، والشكر وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.